كولر مشي، عماد النحاس جاي، وعايز اعترف اعتراف في القصه دي. انا كان نفسي من زمان عماد النحاس يمسك الاهلي، حتى لو افترضنا ان هي فتره مؤقته. كنت بشوفه مدرب من المدربين الناجحين، وعنده عنده فكره في الملعب، هو محتاج اللعيبه اللي تنفذ ده، وهو قالها في البودكاست بتاع استاد الاهلي. فانا كنت مستني عماد النحاس يكون موجود. موضوع محمد يوسف مدير رياضي دي غريبه بالنسبه لي وجديده، مش عارف ليه. محمد شوقي مكمل في الجهاز ده تمام. ميشيل يكون موجود مؤقتا، هيتحدد مصيره بناء على المدير الفني الجديد. مش عارف موضوع محمد يوسف ده هو المشكلة بالنسبة لي حاليا، بس خلينا تمام. محمد شوقي أنا شايفه يكمل، مفيش مشكلة. فبصراحة خلينا نقول عماد النحاس خليه يكمل. أنا بس في توقع عايز أقوله مبدئيا. سمعنا أسماء كتير موجودة على الساحة ليها علاقة بالمدرب الجديد للأهلي. أنا مش هتكلم في القصة دي عشان أنا لحد دلوقتي ما عنديش معلومة، او عموما مش هتلاقي حد عنده معلومة، كله بيكتب الاسماء اللي هي مرشحة او اللي هي موجودة في الصورة، مفيش حد هيجيب حاجة جديدة. فخلينا نشوف كتوقع. انا شايف طبعا، أنا توقعاتي ما بتنجحش، بس انا هقولها يعني عشان نبقى عارفين. انا شايف ان لو عماد النحاس كمل لحد نهاية الموسم، فقبل ما الموسم يخلص انا شايف ان الاهلي هيعلن عن جوميز. ليه الاهلي هيعلن عن جوميز؟ جوميز عنده مشكلتين حاليا. المشكله الاولى ان هو عايز يكمل مع الفتح السعودي حاليا، عشان خاطر لو ما هبطش هو في مكافأة، لو كمل في الدوري يعني في مكافأة من هناك. النص التاني ان هو لما مشي من الزمالك هو مشي يقدم استقالته، فاذا هو مش هينفع يدرب فريق في مصر الموسم الحالي. فاذا موضوع تعيين عماد النحاس مدرب مؤقت والاهلي اعلنها بشكل رسمي، مش عارف هيكمل لحد الموسم، لحد نهايه الموسم ولا لا، لو الاهلي بيفكر في حد تاني غير جوميز يعني. في كروش طبعا اسم موجود وكل حاجه، بس كروش سنه كبر شويه، وكمان كروش يعني بيدرب هو عايز يدرب منتخبات حاليا، مش عايز انديه. فدي نقطه بعيده. فخلينا نكمل الجزء اللي بتكلم فيه. انا شايف للامانه ان، او كتوقع يعني، ان لو عماد النحاس كمل لحد نهايه الموسم، فهيكون جوميز هو مدرب الاهلي اللي جاي. ده توقع مش معلومه. خلينا نشوف ايه اللي يحصل. بس انا مبسوط جدا ان عماد النحاس هو المدير الفني الحالي المؤقت للاهلي، وكنت شايف انه لازم ياخد فرصه من زمان. والمفاجاه بالنسبه لي اللي هتحصل، ان لو عماد النحاس قدر ان هو ياخد الدوري مع الاهلي، الموضوع هيبقى تاريخي. بعيدا عن الاهلي، الموضوع هيبقى تاريخي لعماد النحاس ان هو خد دوري بالصعوبه دي، واستغل ان بيراميدز واقع، عشان خاطر لان طبعا الدوري مش ما بقاش في ايد الاهلي، الدوري بقى في ايد بيراميدز على حسب هو نتائجه بتبقى ماشيه ازاي. فان هو استغل وقوع بيراميدز وعرف يكسب الماتشات كلها وخد الدوري، فالموضوع هيتكتب في تاريخه. عماد النحاس خد الدوري المصري مع الاهلي في وقت صعب، وجمهور الاهلي بالطبع مش هينسى اللي هيعمله عماد النحاس في الفتره دي. ان انت تقدر تاخد الدوري وتقدر تضغط على المنافس، لان انت هتأثر طول ما انت كأهلي بتكسب وبيراميدز موجود ولسه بيلعب، وانت بتكسب وبتضغط عليه، فاكيد بيراميدز هيتأثر بالموضوع ده. دول بني ادمين يعني. فخلينا نشوف المستقبل هيقول ايه. بس انا شايف بصراحة ان الدوري لسه في الملعب عادي، والاهلي قادر ان هو ياخد الدوري.